الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير واحترام لكل المنصة والسادة مقيمي الإعلام وللسادة الحضور. أنا اسمحوا لي هتكلم عن الفن بصفة عامة، ولكن الله سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا الاجتماع للسادة النقباء للبرلمان القادم للخطورة شديدة، فإذا انتخب الناس من يدفعوا الفلوس ليهم فمن المؤكد اللي بيدفع فلوس ده مش عايز يخدم، من المؤكد اللي بيدفع فلوس ده هياخد قدها كتير قوي قوي قوي. فإذا لم يفهم الناس هذا الموضوع فبالتالي سيولي ربنا سبحانه وتعالى علينا من يذيقنا نفس اللي فات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما تكونوا يولى عليكم، ولله الحمد ربنا أكرمنا بهذا الرئيس الذي عندما اختار هذا القرار الذي كان من الصعب على المجلس العسكري السابق أن يتخذه خوفا على مصر، عندما هدد الإخوان المسلمين بحرب مصر، فآثر هذا المجلس العسكري خوفا على هذا البلد أن يتخذ القرار أن هم ينتخب مرسي أو كما حدث. لكن أنا شايف عندما يكرمنا الله سبحانه وتعالى برجل يختار رضا الله بسخط الناس بهذا الشكل، بل بسخط أعتى دول العالم وهي أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي المتواطئة مع بعض الدول العربية، فبالتالي هو اختار رضا الله بسخط الناس، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الحب الجارف من الشعب المصري. وهذا الرجل عندما يقرر رفع الدعم، أنا كان لي وجهة نظر أن هذا الرجل سيحدث كما حدث في السابق، إنه هيطلع يلغي هذا القرار والناس تسقف يقول هذا الرئيس عظيم، ولكن هذا الرجل لا يريد إلا شيء واحد بس. هذا الرجل لديه اليونان كمثل، إنها بعد 4 سنوات بقى عندها فائض رغم أنها أعلنت إفلاسها. هذا الرجل يريد أن يحقق لمصر هذا الفائض بعد 4 سنوات، ورفع الدعم عن هذه البنزين وغيره. هذا مؤشر لأن هذا الرجل لا يطلب إلا أن يرفع مستوى المعيشة لأقل هذا الشعب معاناة. فبالتالي تحية لهذا الرجل الذي لا يطلب إلا رضا الله سبحانه وتعالى.